يا هلا، انا محمد مصطفى بكلمك النهارده عن واحد من اجمل المشاريع اللي موجوده في دبي في قلب الداون تاون، واطلالت على برج خليفه مباشره مع واحد من اجمل المطورين العقاريين في دبي اللي انت اكيد تعرفه، بنغاطي يعني افضل كواليتي، تسليم في الموعد المناسب، تسليم في الوقت وقبل الوقت كمان، زائد كمان الراجل ما عندوش اي مشكله خالص ولا اي شكوى في اداره الرياض والاملاك، يعني سمعه زي الذهب. انا النهارده بكلمك انك تستثمر في عقار في دبي، في قلب الداون تاون، في قلب العاصمه، في قلب دبي، في الداون تاون قدام اطلاله برج خليفه على طول. الاتجاه ده بالظبط كده ياخدك على شارع الشيخ زايد والمترو، الاتجاه الناحيه الثانيه في البيزنس باي، والاتجاه ده برضو البيزنس باي هوريهولك في اخر الفيديو. الفكره كلها انك انت لما يكون عندك مشروع عنده اطلاله برج خليفه، انت امتلكت حاجه ثابته، حاجه قويه جدا ملهاش ارقام بتتعدد، يعني اي منطقه ممكن تلاقي لها بديل. لكن الداون تاون والبيزنس باي منطقه المال والاعمال، زائد المنطقه السياحيه، زائد المنطقه السكنيه، زائد المنطقه رقم واحد في الشرق الاوسط. اطلاله برج خليفه دي اقوى شيء تعمله. طور بنغاطي نازل باستوديوهات وغرفه وصاله وغرفتين وصاله، 3 غرف وصاله وبنت هاوس. المشروع واخد شكل جميل جدا اسطواني، سهل جدا انك انت تشتري فيه، سواء اطلاله البيزنس باي والقناه المائيه اهي، او سواء اطلاله الداون تاون. انت على بعد دقائق بالظبط معدوده من برج خليفه ودبي مول، على رجليك ممكن 15 دقيقه زي ما انت شايف، على انك انت تاخدها بالعربيه 7 دقائق. فانت بتستثمر في واحده من افضل الاماكن الاستثماريه اللي موجوده في دبي، في العاصمه، في يعني هي طبعا عاصمه الامارات هي ابو ظبي، بس انا بكلمك على العاصمه الاستثماريه، على العاصمه السياحيه لدبي، ويمكن الشرق الاوسط كله، العالم كله بيجي على دبي. الناس كلها بتسيب بلادها. دبي متصنفه كامن مدينه على مستوى العالم، او ثالث امن مدينه على مستوى العالم، والاولى ابو ظبي. دبي متصنفه ان هي ثالث وجهه سياحيه على مستوى العالم. عدد الشواغر في الاوتيلات والفنادق عالي جدا جدا، وبالتالي ده يعني بتصل لنسبه 95% في المواسم. يعني ده رقم كويس جدا جدا ليك انت، انك انت لو عايز تاجر هوليدي هوم، اكيد برج خليفه واطلاله برج خليفه. لو انا عايز اوضح لك حاجه، قدام برج خليفه على طول في مبنى، وورا المبنى مفيش ارض فاضيه، ووراه مبنى، فبالتالي انت اصلا عمر الاطلاله بتاعتك ما هتتوقف خالص عن برج خليفه. وسيبك بقى من برج خليفه، مع احترامي الكبير لبرج خليفه، نتكلم في اللوكيشن. انت النهارده بتتكلم، الناس بتيجي من عند اي مكان في العالم بيقول لك انا عايز اروح الداون تاون وبرج خليفه. لو انت بتشتري عقار في دبي، بتقول الحد اللي انت بتشتري منه او المطور، بتقول له هو انا كام دقيقه من الداون تاون والبيزنس باي وبرج خليفه؟ دي الاماكن اللي هي الرئيسيه، دي الاماكن اللي هي البرايم لوكيشن. فانت لما بتشتري برايم لوكيشن، جوه البرايم لوكيشن ذات نفسه انت مش محتاج تروح مكان، انك انت جاي على دبي، فانت جيت في دبي في قلب الداون تاون، تنزل على رجليك تمشي تروح برج خليفه ودبي مول، تروح على اي مكان، القناه المائيه جنبيك، شارع الشيخ زايد جنبيك. عايز تروح اي مكان بقى من هنا الامور سهله، لان كله جاي كده. فانت لما تبقى رايح على اي اتجاه فالامور بتاعتك احسن بكتير. بس انت مش محتاج تروح مكان تاني. مال واعمال بيزنس باي موجوده، مطاعم، افضل المطاعم وافخر المطاعم، والبوليفارد تبع الشيخ محمد بن راشد، والممشى السياحي، وكل الاماكن دي، وبرج خليفه، والمول تبع دبي كله جنبيك. انت مش محتاج تروح مكان تاني، انت بالظبط جيت هنا يا دوبك ممكن تروح حديقه الفراشات، تروح القريه العالميه الجلوبال فيليج. كل ده هيبقى مساله يوم ويومين في الشهر. لكن انت في الغالب الفايبريشن الفايبرنت بتاع اسلوب الحياه بتاع الداون تاون ده جميل جدا جدا. جنبيك كل حاجه هتحتاجها، مدارس، مستشفيات، صيدليات. جنبيك البحر، بينك وبين جميره وبرج العرب حوالي 10 دقائق من هنا. البالم جميره 25 دقيقه، اللي هو انت في السنتر بقى براحتك تروح اي مكان. الاسعار بتبدا من 1,670,000 الاستوديو، طبعا بالدولار ممكن بنقسم على 3.65، فبنلاقي السعر بتاعه ممكن 450 او 350 الف دولار. تقدر انك تدفع اقساط مع المطور 20% دفعه اولى، واقساط خلال الانشاء، وعند الاستلام ممكن تعمل تمويل عقاري ولا حاجه. انا جبت لك الصوره على ارض الواقع، وانا محمد مصطفى، مستشار عقاري في دبي. لو مهتم في المشروع او في مشاريع ثانيه او عايز تستثمر في دبي، سجل بياناتك الان معانا، عندك رقم التواصل على الواتساب وانا بتواصل معاك. سلام.